السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ انا قناتي اسمها جنات الحلويات. لو اول مرة تشوفوها ما تنسوش اللايك والشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. فيديو النهاردة بتاعنا بيتكلم عن طريقة عمل فطير الذرة او قرص الذرة الفلاحي، حاجة كده خفيفة وهشة بطعم وريحة زمان. تعالوا بقى نقول المقادير. هنجيب العجان يكون واسع علشان نعرف نعجن فيه. عندنا كوبايتين دقيق ذرة صفرا، هتلاقيه موجود في اي سوبر ماركت او عند الفلاحين. الكوبايتين دقيق عادي ابيض، كوباية زبادي لو مش موجود، كوباية لبن رايب، 6 معالق سمنة بلدي لو يستحسن تكون بلدي، مش موجود اي نوع سمنة. عندنا هنا معلقتين 3 معالق سكر كبار، نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة خميرة، رشة الملح. هنحط نوعين الدقيق على بعض في البولة ونحط عليهم الخميرة والسكر والبيكنج باودر والملح، ونخلط المكونات الجافة مع بعض. طبعا انا هنا هنحط عليهم الخميرة والسكر والبيكنج باودر والملح، ونخلط المكونات الجافة مع بعض. انا هنا طبعا واثقه من الخميره، لان انت ممكن تختبريها ان انت تحطيها في ربع كوبايه ميه دافيه علشان تعرفي اذا كانت هي نشطه ولا لا. هنخلطهم المكونات الجافه مع بعض كويس جدا، وبعدين نضيف مقدار السمنه بتاعتنا. ممكن ممكن تسيحيها شويه على النار، وممكن تحطها كده عادي مش مشكله. هنحط مقدار السمنه كله. انا عندي هنا حاطه سمنه بلدي، بصراحه بتديلها طعم وريحه تحفه تحفه تحفه. لو مش موجوده عادي مش مشكله، ممكن نحط اي نوع سمنه متاح عندك. نخلطها مع بعض كويس ونضيف عليهم اللبن الرايب او الزبادي. الاتنين برضو شغالين ماشيين عادي تمام، بس ما ينفعش اللبن، هي لبن رايب يا اما ايه يا اما زبادي. نخلط المكونات بايدينا كده مع بعض، نعجنها كويس جدا. لو احتاجت، انا محضره هنا عندي كوبايه الا ربع ميه دافيه، عشان لو العجينه احتاجت سوائل احط عليها السوائل، لان في نوعيات دي كتيره بتختلف من نوع للتاني، في بيحتاج ميه كتير وفي بيحتاج ميه قليله. بنحط حوالي، بنزل بالميه على العجين تدريجي، مش بحط الميه كلها. نفضل نعجن كويس فيها جدا لغاية ما المواد الجافة تختفي تماما. ودي بيبقى شكل العجينة معانا دي بيبقى شكل النهائي بتاع العجينة بتاعتنا. كده خلاص بقت تمام. نبتدي بقى نشكلها ونحطها في الصواني. جبت هنا صاج دهنته سمنة كويس جدا، ونبتدي نشكل العجينة على شكل كور متساوية في الحجم، عشان ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. نشكلها ونحطها في الصاج، نعملها متساوية الحجم عشان ما يبقاش في واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، ونبططها كده، نسويها بايدينا كده حسب السمك اللي انت حباه. انا بحب السمك بتاعها ما بيبقاش تخين قوي، بحبه السمك بتاعه كده. ممكن احنا نعملها سمكها حوالي نص سنتي او 5 ملي، يعني ما يبقاش تخينة قوي متبقاش رفيعة قوي، تبقى في الوسط يعني. ونحاول نسيب مسافة ما بينهم. انا هنا المسافة بينهم كانت ضيقة شوية، معرفتش اتحكم فيها، فاحنا ممكن نتحكم فيها حسب المقاس اللي احنا بنعمله. ممكن نعملها كبيرة، ممكن نعملها صغيرة، ممكن نعملها اصغر من كده، ممكن اكبر من كده، يعني حسب الذوق بتاعك وحسب ما انتوا حابين. هنشكل مقدار العجين كله في الصاج ده، والعجينة دي خدت معايا حوالي 8 وحدات في العجين. عايزه اقول لكم ان المقدار بتاع كوبايتين الدقيق ده خد مني حوالي كوبايه الا ربع ميه، الا معلقتين كبار كده او معلقه. هرجع اقول برضو حسب نوع الدقيق. هنشكل الكميه كلها في قلب الصاج، وبعدين هتحطها كله في الصاج. انا عندي هنا كمان عملت صاج كمان واتنين كمان في قلب صينيه كده مدوره. بنسيب العجينه ترتاح شويه قبل ما ندهن وشها وندخلها الفرن. هنا خدت معايا 8 وحدات. لو طبعا شكلناها بحجم اصغر هتبقى كميه اكتر. عندي هنا كوباية قشطة، لو مش موجود قشطة ممكن زبادي، ونحط عليه معلقتين سمنة. ندهن الوش كويس جدا، ده بيدي لون وطعم جميل جدا للذرة، لفطيرة الذرة دي او للقرص الذرة. هنا هدهن الكمية اللي عندي كلها بالقشطة. انا كنت بعملها بالفرشة، بصراحة لقيت
الفرشة مش بتحط كمية محترمة يعني على الفطيرة او على القرصة، قلت لا بالمعلقة بقى عشان نحط كده كمية حلوة وتدي دسامة وطعم حلو للقرصة. هنخلص الكمية كلها اللي عندنا، ندهن وشها كلها، هندهن وشها كله والمقدار بتاعنا كله هندهنه، وبعد كده ندخلها الفرن. نكون مسخنين الفرن كويس جدا على درجة حرارة عالية، على 200 او على حسب الفرن عندك ايه. نحطها على الرف التاني من تحت، ويكون الفرن شغال من تحت بس لغاية ما ياخد اللون، ياخد لون معاكي. نبتدي نفتح الشواية من فوق عليه علشان ياخد كمان لون من فوق. وده شكله بعد ما طلع من الفرن واستوى. مش عايزة اقولك الريحة كانت عاملة ازاي، واخد لون من فوق واخد لون من تحت، حاجة كده تحفة. انتي لو حابة يكون سميك شوية عن كده اعمليه، بس انا بحب ده السمك يكون بتاعه. الكمية اللهم بارك، حاجة كده جميلة مغذية وسهلة وبسيطة. من كوبايتين دقيق عملنا احلى فطار، طري وهش ولذيذ وطعمه تحفة. بيفكرنا بطعم زمان مع حتة جبنة فلاحة قديمة، وكوباية شاي او شاي على لبن كده، وبألف هنا وشفا. واتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك يا حبايبي في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.